السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة مكرونة اسباجيتي بالصلصة الحمراء والدجاج. وصفة بسيطة جدا، لما نكون زهقانين او مكسلين او تعبانين بنعملها كلها كده هو مع بعض في حلة واحدة، مش محتاجة مكونات كتير وبخطوات بسيطة جدا تكون جاهزة معانا. حلاوتها كمان إن الأولاد بيحبوا المكرونات بأنواعها، فأكيد الأكلة دي هتعجبهم جدا جدا. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا كالعادة ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنبتدي بيها وهي تقطيع الفراخ. أنا هستخدم فرخة كاملة. الفرخة دي أنا غسلاها ونقعاها في محلول النقع اللي عملته معاكم قبل كده، هفكركم بيه. عبارة عن مية وملح، فيها شرايح من الليمون وفلفل أسمر حصى وورق لورا وشوية من الخل. بغسلها كويس جدا وبعد كده بقطعها حوالي 10 قطع بالشكل ده. طبعا التقطيع حسب رغبتكم، ممكن تقطعوها على 4 قطع وممكن تقطعوها على 8 وممكن كمان تقطعوها قطع صغيرة، فحسب ما انتوا تحبوا قطعوها زي ما انتوا عاوزين. ممكن كمان تعملوا الوصفة دي بصدر فرخة واحد بس لو موجود عندكم، بتقطعوه إلى مكعبات صغيرة وبتستخدموه، بيكون برضو حلو جدا. الموجود عندكم اشتغلوا بيه واستخدموه. بعد ما بخلص تقطيع الفرخة باخدها كده أعطيها شطفة سريعة تحت المية علشان الدم اللي نزل منها مطرح ما كنت بقطعها. بعد كده بجيب مناديل مطبخ وابتدي انشف قطع الدجاج ده حلو جدا من المية، علشان لما اجي اعطيها صدمة على النار ما تلزقش مني في الحلة وتاخد اللون الذهبي بتاعها سريع، ما تاخدش وقت كتير على النار. بعد كده هنجيب حلة فيها ربع كوباية من الزيت. اول ما الزيت يسخن هننزل بقطع الفراخ دي، اخليها بس تاخد صدمة خفيفة على النار. انا مش عاوزاها تتحمر وتاخد لون التحمير الكامل، انا بس عاوزاها تتشمع. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي الفراخ محتفظة بالعصارة اللي فيها وكمان بتعطي طعم حلو جدا للصلصة. وأول ما الفراخ تاخد اللون الذهبي الخفيف هنقلبها كده على الجهة التانية علشان تتشمع وتاخد نفس اللون ده. على ما الفراخ بقى تكمل التشميع بتاعها، تعالوا نحضر الخضار اللي هنستخدمه في الوصفة دي. لعمل صلصة المكرونة اللي هنسوي فيها الفراخ أساسي هنحتاج بصل وثوم في الوصفة دي، بس أنا هنا بحب أزود جزر وفلفل ألوان. الجزر والفلفل بيعطوا قيمة غذائية حلوة جدا للأكلة دي وكمان طعم وريحة فوق الوصف. هنحتاج بصلتين كبار هنقطعهم مكعبات صغيرة. أنا استخدمت هنا 3 بصلات علشان البصل عندي حجمه صغير. كذلك برضو هنقطع الفلفل الألوان لقطع صغيرة. لو انتوا حابين تضيفوا فلفل سبايسي ممكن تضيفوا كده نص قرن معاهم. بعد كده برضو هنبشر حوالي جزرتين كبار. الجزر زي ما قلت لكم بيعطي طعم ولون حلو جدا للصلصة. هنفرم كمان فصين كبار من الثوم أو معلقة كبيرة من الثوم المفروم. بعد ما الفراخ جهزت بالشكل ده وخدت اللون الذهبي الخفيف هننقلها في طبق خارجي وهننزل بقطع البصل على الزيت مكان الفراخ. هقلب حلو جدا. الزيت ده فيه الجوس وفيه طعم الفراخ، فبتنقل طعم الصلصة من مكان لمكان تاني خالص. انا مش عاوزة البصلة تتحمر، يا دوب بس تدبل. اول ما تدبل هننزل عليها بفصين الثوم المفرومين، واول ما ريحته تطلع هننزل كده بالجزر ونقلب تقلبتين، يا دوب بس اللون بتاع الجزر يظهر معانا ويبتدي يدبل. هننزل بالفلفل الألوان
زي ما قلت لكم لو حابين تضيفوا فلفل سبايسي فممكن تضيفوا حسب رغبتكم. هبهر بقى الكلام ده كله بربع معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة وفلفل أسمر ورشة من القرفة. القرفة هنا بتعطي طعم خطير جدا للفراخ، القرفة حبيبة الفراخ واللحوم. وهننزل بالملح بتاعنا هنظبطه، ومعلقة صغيرة من السكر علشان نعادل الحموضة بتاعة الصلصة، وكمان ورق لورا. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. هننزل عليهم كمان بمعلقتين من معجون الطماطم، وحوالي 450 جرام من عصير الطماطم. أنا استخدمت الطماطم المعلبة، العصير المعلب، ممكن انتوا تستخدموا الفريش لو متاح عندكم. قلبت كل ده مع بعض، وهنزل كده بقطع الفراخ على الكلام ده كله. هزودها بعد كده مية سخنة يدوب المية تغطي الفراخ. هعطيها تقليبة كده بسيطة عشان اتأكد ان كله كده اندمج مع بعض، واغطيها واسيبها على نار عالية. اول ما تغلي اهدى عليها النار تكمل سواها. على ما الفراخ تستوي والصلصة تجهز هنسلق المكرونة. اول ما المية بتاعتنا تغلي هننزل عليها بالمكرونة. انا استخدمت كيسين من المكرونة الاسباجيتي، ممكن تستخدموا اي نوع تحبوه واي كمية انتم عاوزينها. هننزل بعد كده بمعلقة كبيرة من الملح علشان نملح المكرونة بتاعتنا دي وهي بتتسلق، وهسيبها تغلي كده جوه المية دي. انا مش عاوزة المكرونة تستوي سوا كامل، عاوزاها تكون ناقصة سوا عشان هكمل سواها في الصلصة بتاعتها. اول ما بتبتدي تغلي كده باخدها اشطفها من مية السلق دي واغسلها كويس جدا واصفيها، وبضيف عليها حوالي معلقتين من الزيت علشان تكون مفلفلة ومش ماسكة في نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله الفراخ بتاعتنا غلت اهي. عاوزة اقول لكم قد ايه ريحتها قلب الشقة، بجد خطيرة جدا. اعطيتها تقليبة كده بسيطة وغطيتها وسبتها على نار هادية لغاية ما تسبكت، ولغاية ما الزيت فصل منها وظهر على الوش بالشكل ده. شايفين بقى الجمال قد ايه بسيطة جدا، وزي ما قلت لكم مش بتاخد وقت وكله في حلة واحدة. نصيحة مني بقى، بناخد كده المكرونة على قد الأكل بتاعنا وبنضيف عليها الصلصة وبنقلبها وبنسيبها على نار هادية كده تكمل سوا. مش محتاجين ان احنا نضيف عليها مية، هي اوريدي هتستوي وتكمل سواها في الصلصة دي. هنهدى عليها النار بس كده لمدة 5 دقايق وهتكون جاهزة معانا. شايفين الجمال؟ بجد خطيرة جدا. مهما اقول لكم ويعني مهما اوصف لكم الريحة بتاعتها مش هتقدروا تستوعبوها، بجد لازم تجربوا الطريقة دي. احلى مكرونة اسباجيتي ممكن تعملوها، بجد خطيرة جدا وطعمها فوق الوصف. هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم ومش هتاخد منكم وقت كتير في المطبخ. زي ما قلت لكم بمكونات بسيطة ومش محتاجة خطوات كتيرة خالص. بدون مبالغة الفراخ واخدة حقها في السوا ومش مهرية. أكلة حلوة جدا وفي حلة واحدة وكلنا بنحبها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم. دمتم بخير.